السلام عليكم ورحمة الله، شخباركم؟ نتمنى إن شاء الله تكون أحوالكم طيبة بإذن الله. جمعة مباركة للجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله كاقتراح للكوتي غادي نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير مسمن. مسمن مربع كيجي مورق وكيجي رائع جدا، الشكل ديالو كيشهي. طريقة التحضير ديالو بسيطة جدا. كنتمنى تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقة تحضير هذا المسمن هذا. وبسم الله على بركة الله غادي ناخذ قصرية وغادي ندير فيها نصف كيلو ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، ونصف كيلو ديال الفينو الدقيق الاصفر، قبيصه ديال الملحه، وغادي ندير تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوها بمعلقه ديال السكر، وغادي نجمعو بالماء، الماء اللي يكون ممكن ديروا حتى ماء ديال الصنبور. حنا دابا في فصل الصيف وكتعرفوا راه كيكون الماء في الصنبور ممكن تعجنوا به مسمن، حيت ما غاديش نحتاجوا اننا نخمروه وما فيش الخميره. وممكن ديروا هكا تدفيو شويه الماء اللي غادي تعجنوا به. صافي كنبقى كنجمع، والعجين ديالنا ما كتكونش خفيفه بزاف وما كتكونش قاصحه، فقط انني كنجمعها الجهد اللي تجمع ليا وصافي. كيف تشوفوا معايا القوام ديالها. وصافي هنايا غادي ندير ندوز باش ندلكها جيدا. هنا ممكن ديروها في العجانه وتعجنوها مزيان. انا عجنتها تقريبا واحد 5 دقائق دلكتها وصافي، وغادي نديرها في كيس بلاستيكي. هاد الكيس هذا راني دايره فيه الزيت. صافي هنايا غادي نبقى نحاول نديها ونجيبها في هاد البلاستيكه هذه ونخليها ترتاح ليا ماكسيموم واحد الساعه ولا ساعه ونص ونرجع ليها. ممكن تخليوها تعجنوها الصباح وتخدموا بها في العشيه، ممكن تعجنوها بالليل وكتوجدوا المسمن ديالكم الصباح. هي كل ما ارتاحت العجينه صدقوني كل ما جاكم المسمن مورق وكل ما ديك العجينه عطاتكم الطوع. هنا من بعد مرور تقريبا واحد ساعه ونصف جيت هكا كنعمل منها، قطعتها كويرات ونديرهم بحجم متساوي. ممكن ديروهم الا بغيتو مسمن كبير او مسمنات صغار ممكن ديرهم كذلك صغار. والطريقه راها ساهله وبسيطه بسيطه بزاف. وهذا المسمن هذا انا غادي نورقه هنايا بالزبده. سبق لي وحطيت معكم بزاف الانواع ديال المسمن، ممكن ترجعوا للقناه وتلقاوهم، وإلا بغيتوها خليوها لي في التعليق ان شاء الله، ونخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. صافي هنا من بعد من عملتها خرجت لي تقريبا هنا 9 الحبات. غادي ندير لهم واحد كيس بلاستيكي وغادي نخليهم واحد 10 دقائق ونرجع ليهم. هنا خديت الزبده، كانت عندي بدرجة حرارة الغرفة، كانت هكا رطبة بزاف. درت معاها شوية ديال الزيت وخدمتها على شكل بوماد وخليتها. صافي هنا غادي ندوز نبدا نطلق العجين ديالنا الكويرات. وكيف ما قلت لكم الا بغيتوهم صغار راه غديروهم صغار، بغيتوهم كبر من هادو ممكن ديروهم كبر. هنا كنورق حتى كيبان لي سطح العمل وكنبدا كندهن. هي واخا تقطع معكم العجين ما تخافوش منها، وشوفوا معايا العجين ما شاء الله كترسم انها رطبه بزاف وعاطيه الطوع، راه كنخدم بها بكل اريحيه. صافي هنا نحاول نقادها، والفيديو راه شارح راسو براسو بلا ما نحتاج انني نهضر عليه. صافي هنا كنبدا كنلويها، كندير توريقات بزاف باش كتجيني العجين المسمن ديالنا عفوا مورق من الداخل. هنا غنطلق الكويره، وهنا راه سرعت شويه الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. راكم عارفين مع الا بغيتي ديري الوصفه كامله راه كتخرج لك اكثر من 10 دقائق، فانا كنحاول ما امكن انني نفوتش لكم 9 دقائق في الفيديو. صافي هنا كنورق وكندهن بالزبده والزيت، وكنبدا كنطوي كنلفها من هنا الجوانب ديالها. من بعد كندير هاد اللفه هادي، الفيديو راه شارح راسو. وصافي كنبدا كنطوي هكا مربعات، ممكن ديرهم صغار ممكن ديرهم كبار. وما شاء الله العجين شوفوا معايا كيفاش خفيفه. صافي هنا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نديروا المقله ديالنا وندوز نطلقوا العجين. وهنايا ما شاء الله العجين راه ناجح من دوك الفقاعات اللي كدير. صافي غادي نبدا كنطلق هنايا كنستعن هنا بهذا الورق ديال المطبخ، فكيخلي لي المسمن في الشكل ديالو.
ما كيدير لينا لا جنيبات عفوا لا جناوح لا حتى شي حاجه. صافي العافيه كتكون مهيله على المسمن باش ما يتحرقش لكم. وشوفوا معايا ما شاء الله المسمن هنا كيفاش كيجي منفوخ فهاد النفخه هذه فاش كيتنفخ لكم مسمن عرفوا راه غادي يجيكم مورق من الداخل. هنا نطلق معكم وحده اخرى. وصافي غادي نبدا نطيب المسمن ديالي. حاولوا تقلبوا المسمن، ما تخليوهاش حتى طيب، عاد قلبوها ضروري. ما نتوما كتحسوا بها بدات كتنشف كتبداو تقلبوها باش هكذا دوك التوريقات اللي عندنا في المسمن الداخل كيتحلوا، ما كيبقاوش لاصقين على بعضياتهم، وكيجينا مسمن مورق من الداخل، ما كيجيناش مكبد ومدقس. هنا كتشوفوا معايا ما شاء الله راه كيفاش كيتنفخ هذا المسمن هذا وكيجي الشكل ديالو ولا اروع. غنستمر حتى نسالي ونرجع معكم. وهنايا وصلنا لنهايه التحضير ديالنا ديال المسمن. شوفوا لي راه كيفاش كتجي هاد التوريقه، سمعوا لي على هكا القرمشه ديال هاد المسمن هذا كيجي الصراحه رائع جدا. انا هنا طيبته تطيبه عاديه، ما درتش له نص تطيبه لحقاش غادي ناكلوه، ولا بقات شي حاجه راه غادي نحتفظ بها ماشي مشكل. وما شاء الله المسمن ديالي راه كيجي ولا اروع. صافي هنا من بعد ما وجدت اتاي ودرت المسمن ديالي في الطبسيل اللي غادي نتناولوا فيه. سمعوا لي القرمشه ما شاء الله راه كتجي خطيره هذا المسمن هذا. والتورق ديالو كذلك كيجي ولا اروع، كيجي مورق. وحتى اللون ما شاء الله، ديك المعلقه ديال العسل راه كتوفي بالغرض. كيجيكم مسمن هكا اللي اللون ديالو ذهبي. اللي بغى يحمر اكثر من هذه الطريقه ممكن تحمروه. استعنوا بالمقلاه ديال الطفال راه كتحمر المسمن مزيان. هنا حاولت انني نقسم لكم وحيده باش تشوفوا معايا، نظرا ان هنا كنصور غير بيد وكنوريكم باليد الاخرى فما غاديش يبان لكم مزيان، ولكن نحاول هكا نقسمهم وتشوفوا معايا ما شاء الله التوراق كيفاش كيجي في هذا المسمن هذا. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذا المسمن هذا، ما غاديش يحشمكم. بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي ما عمرها حضرت المسمن غادي تحضروا ان شاء الله وغادي ينجح معها. فانا مع المبتدئات كنحاول نعطيكم وصفات اللي سهله وفي المتناول واقتصاديه حتى على الجيب. حنا كنعرفوا مع دابا الغلا راه الله يحسن العوان. كل واحد خيره في دارو، كنتمنوا ربي التوفيق والتيسير للجميع. وشوفوا لي هكا الطبقات ديال التوراق ما شاء الله كيفاش جاو غزالين بزاف. كنتمنى فعلا انكم من وصلتوا حتى لهنايا ما تنسوا لياش لايك للفيديو وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده للجميع، وباش قناتي تستفد من المشاهدات وتستفد انها تبان عند اكبر عدد من الناس. الا بغيتوا شي وصفه خليوها لي في التعليق ان شاء الله راه غنشاركها معكم، علاش لا. واللي اول مره كيشاهد قناتي ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وفعلوا زر التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. وحتى لهنايا كيكون الفيديو وصل على النهايه ديالو. الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.